ما جاء أعرف شنو. اجى الوالد يعني للبيت مالتنا، اللحية مالته اللي هنايه، الظافر مالته طولا يوم ورا يوم. اي نعم، هي بالليل ما نعم. هذا اللي يمر عليك الليل كله، هذا اللي يمر عليك. اي شنو هالحكي هذا اللي بيه ما ادري. هسه بتشوفنا عاده، تشوفنا وياك لو ما تشوفني صدق. هاي بالليل اخذها من 12 ورا، من 11 ورا، من 12 ورا، من انام والباب ينسد علي وما ادري شو تريدون من عندي، وما ما مسوي شيء، ودخيلكم ودخيل الله، وانا شو تريدون، انا حاضر صلاه صوم. غسلناه وكفلناه وعلى حسب الاصول، وطلعنا به المستشفى الصدر العام، سوى له شهاده وفاه، والدكتور يعني اخذ من عنده اعلان قال يابا وفاته يعني فعلا. اي فطلعوا بيه دفنوه بالنجف، من دفنوه بالنجف ورا يومين اجوا ورانا. من ياخذوني على ذاك البكان ويودوني واحضر نفسي بهذا القبر اللي دافنيني واقعد، يلا احس. اي انفض نفسي تراب، يعني انفض نفسي تراب على رجلي، على وجهي، على حلقي، واقول الحمد لله والشكر. اقوم اقرا سوره الفاتحه معهم كذلك اتنفض واقول الحمد لله رب والشكر، واشيل ايدي فوق للاله اقول له الحمد لله من رجعت لي الى عائلتي سالم. رغم حالة الموت المتكررة إلا أن أبو محمود يعاود العمل ليعين عائلته التي أخذ الإرهاب معيلها الوحيد، ومتمسكا بالحياة رغم كبر السن وصحته المتدهورة وفقر الحال. إنه رجل يختلف عن باقي البشر، فهو يملك 4 شهادات وفاة صدرت من مستشفيات مختلفة. ليس غريبا على هذه الحياة أن تجعلنا نشاهد العديد من الأعاجيب والغرائب، ولعل حالة أبو محمود واحدة من الحالات الغريبة التي تحتاج إلى تفسير علمي وبدقة. فرجل يموت ل4 مرات ويعود إلى الحياة، إنها حكاية تجعل العقل يتوقف. علي الشيال، قناة الفيحاء، ميسان.